سلام في امبروفمنت. كاينين تفاصيل صغار بزاف ولكن كيصنعوا الفرق الكبير في المظهر ديالك. الا بغيتي تبان اكثر جاذبيه وثقه في النفس ركز معايا في هاد النصائح بسيطه. اول حاجه مضغ العلكه الطريقه الصحيحه. مضغ العلكه من الجهتين بالتساوي كيعاون يوازن خط الفك مع الوقت وكيخلي الوجه ديالك يبان اكثر تناسق. ثاني حاجه قص الاظافر ديالك. قص الاظافر ديالك مره في الاسبوع. الاظافر النقيين والمرطبين كيعطيو انطباع انك شخص منظم وكتعتني براسك. ثالث حاجه خلي الصباط ديالك نقي. الصباط ديالك من اول الحوايج اللي كيشوفوا الناس. الا كان نقي ومرطب كيخلي المظهر ديالك كامل يبان افضل. رابع حاجه الدوش كل يومين. دير الدوش كل يومين ونقي الجسم كامل خصوصا تحت الابطين العنق مورا الودنين والرجلين. خامس حاجة الفوطة خاصة غير بالوجه. استعمل فوطة خاصة غير بالوجه. هاد العادة البسيطة كتقلل البكتيريا وكتعاون تبعد الحبوب من البشرة. تفاصيل صغيرة هي اللي كتدير الفرق الكبير. إذا طبقت هاد العادات يوميا غادي تبان نسخة أفضل من راسك. كان معكم أسامة إمبروف. تهلاو.